السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل معاكم البانيه. طبعا هي مش طريقة جديدة ولا حاجة، هي طريقة تقليدية كلنا متعودين عليها أو أغلبنا بيعملها كده. بس أنا النهاردة هعملها معاكم بتركة بسيطة، أنا أول مرة استخدمها وهنجربها مع بعض. وانا قلت لو ما نجحتش وطلعت مش حلوة ما كنتش بصراحة انزل الفيديو. فانا هنا معايا ده نص كيلو بانيه، ودي معايا بصلاية مفرومة انا هنا بشرها بالمبشرة، وهنا معايا بضاية بس انا طبعا ما احتجتش بضاية، انا احتجت واحدة كمان عليها بصراحة يعني للأمانة. ودي كوباية زبادي مش هاخد منها الا معلقة واحدة او معلقتين بالكتير، يعني مش هاخد منها الكمية كلها. طبعا هنا اللي انا غاسله البانيه وشطفاه كويس. هنزل بقى عليه بالبصل. اهم حاجه في البانيه ان البصل يكون بالميه بتاعته، يعني انا هنا محتاجه الميه بتاعه البصل، ومحتاجه ان هو ينزل الميه بتاعته علشان اقول لكم هعمل ايه. هنا بقى هعصر عليه نص ليمونه، ليمون هنا بديل للخل ودي حاجه اختياري براحتك يعني. انا هنا بفضل ان انا احط ليمون في التتبيلة بتاعة الفراخ عموما يعني او البانيه. هنزل هنا بقى بالملح والفلفل والبهارات وحبة زعتر صغيرين، وهبدأ بقى ان انا اقلب المكونات دي طبعا كده كلها في قلب بعضها. هنا بقى خلاص اهو قلبناهم، هبدأ بقى انزل بمعلقة زبادي او معلقتين على حسب ما تحبي. حابة والله تحطي الكوباية كلها براحتك، بس انا حسيت ان هو هيبقى كتير. انا بس كنت محتاجة يعني مقدار معلقة او معلقتين بالكتير قوي. وطبعا انا زي ما بقولك في اي فيديو المقدار اللي انت تحبيه اعمليه براحتك يعني. هنا بقى انا تبلته بقى كده، هسيبه بقى حوالي ساعة في قلب التتبيلة دي، وبعد كده بقى هعمله بقى معاكم. هنا بقى خلاص، هو انا طبعا كنت هحط البداية عليه بس غيرت رأيي يعني في الاخر، كنت هعمل حاجة ولف بقى الموضوع لاتجاه تاني خالص يعني بعدين. فانا هنا مش هحط البيض. انا هنا بقى جبت اهو بقى كان عدى ساعة. هنا دول حوالي بيضتين في الطبق ده، يعني زي ما قلت لكم بضايه ما كفتش، انا اخدت كمان بضايه. وهنا بقى ده البانيه اهو بعد ساعة من التتبيلة، طبعا نزل كمية مية منه. وهنا هبدأ بقى جبت هنا ده البقسماط، وده بقسماط ناعم انا مش شارياه من الفرن، انا جايباه اكياس من عند العطار. وده بقى تتبيلة لقيتها عند العطار، انا دايما بشوفها عنده. بس بصراحة ما كنتش جربتها قبل كده في البانيه. فقلت المرة دي اجربها معاكم. وبصراحة انا اول مرة اجربها. وقلت لو مش هتبقى حلوة مش هنزل الفيديو، بس بصراحة طلعت جميلة وعجبتني، بس طبعا اكيد ناس كتير جدا جربوها، بس انا اول مرة بصراحة اشتريها واجربها. فهنا انا هاخد البانيه، هحطه الاول في البيض كده، انزله كده في البيض، وبعد كده هبدأ ان انا احطه بقى في التتبيلة دي في الاخر. طبعا انا هنا قلت لكم انا ليه حطيت البصل بالميه بتاعته وسبته يعني ينزل كل بقى الميه واللي فيه، علشان انا كنت عايزه البانيه كده بالميه اللي موجوده فيه انزلها في البقسماط، بحيث ان هي يعني يتمسك مع البقسماط، وبعد كده انزله بالبيض وارجع بقى احطه في التتبيله اللي انا جايباها دي. طبعا انا معرفش بصراحه هي اسمها ايه، اللي يعرف اسمها يبقى يكتب لي في التعليقات. انا وانا بشتري كده حاجات من العطار لقيتها فاشتريتها، بصراحة انا عارفة ان دي بتتحط على الفراخ وكده، بس ما جاش في بالي ان انا اشتريها قبل كده يعني. هنا برضو اهو البانيه طبعا كده يعتبر من مية البصل، هو يعتبر يعني في مية، فبالتالي اول ما بتحطيه في البقسماط اكنك بالظبط كنت حاطاه في بيض قبل كده بيمسك على طول. طبعا ده نوع طبعا من انواع التوفير البيض، لان طبعا البيض غالي الفترة دي، بدل ما نجيب بيض وننزل في بقسماط وارجع اطلع واحط في بيض تاني وارجع احط في التتبيلة دي، لا. انا هنا كترت يعني بشرت البصلايه بميتها بكله، علشان المية دي هتبقى هي بديل للبيض في التماسك البانيه في الفيجيتار. طبعا الكمية كانت كل ما بتخلص كان جنب الكيس كنت بزود، بس انا عشان ما وسخش حواليا او يعني يتنطور على الترابيزة، انا كنت بحط على قد الايه، على قد اللي انا بعمله.
هنا بقى طبعا انا بدأت اعمل كذا واحدة كده في الطبق، وبعد كده بقى هسخن الزيت على النار، وهبدأ هنزل بقى بالبانيه. بصراحة عجبني جدا ونتيجته بصراحة يعني بهرتني، الى جانب طبعا ان انا حسيت ان البانيه نفش كمان عن الحجم بتاعه، وكان طعمها بصراحة كانت مقرمشة وكانت جميلة جدا. هنا برضو هاخد قطعة بانيه تانية اهو، برضو هنزل برضو بالفيجيتار برضو فيه، هحطه يعني في الفيجيتار. ادي وادي المية هي اللي انا بوريها لكم بتاعة الزبادي والبصل. هبدأ بقى هنا ان انا ايه، انزل بقى بالبقسماط كده زي ما انتوا شايفين، اتبلها. اهم حاجة خطوة الفيجيتار دي الاول، ان هو لازم يكون يعني متشبع بالفيجيتار. بعد كده بقى هاخدها هنزل بقى فيها بالبيض، وبعد كده للتتبيلة سوري تتبيلة ايه للخلطة بقى اللي هي التانية. طبعا هنا البانيه لما كبر معايا كده وتخن، ندمت ان انا ما قطعتهوش اقل من كده، لان في النهاية لما اتقلى كان شكله بصراحة في الطبق كان كبير جدا. ف يعني قلت ان شاء الله لما اقرر الخطوة دي مرة تانية هبقى اعمله ستريبس، او هبقى اقطعه اقل من كده، لانه فعلا حجمه كبر بعد ما اتقلى كمان ونفش كده، فكان حجمه كان كبير بصراحة. طبعا دي هيحبوها جدا الاطفال، يعني اللي هم خصوصا الاطفال اللي بيحبوا البانيه مقرمش وكده. دي بصراحة هتبقى جميلة، هي مش غالية خالص، انا جايبة الربع كيلو ب7 جنيه. هنا بقى طبعا كنت قليت بقى اهو البانيه، وده شكله لونه بصراحة ذهبي وعجبني جدا، وبصراحة طعمه كمان كان حلو قوي، وكان فيه قرمشة كده من بره وكان طري من جوه. وده بقى هنا شكل البانيه بقى هنا معايا اهو، انا هنا بوريكم ان هو حجمه تخن معايا وكبر بعد ما اتقلى. هنا بقى حمرت جنبه مكرونة وهنا بقى دي سلطة خضراء. ويا رب بقى لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم.